مساء الخير عليكم جميعا. في مشكلة كده بنواجهها اليومين دول مع الأمهات ومع الأطفال والجيل الجديد الصغير اللي عايز يعمل دايت وعايز يغير حياته واللايف ستايل بتاعه، والأمهات بتحاول تساعده. أنا بلاحظ بقى إن الأمهات هي عايزة الطفل بتاعها أو الطفل ده اللي هو ممكن يكون يتراوح عمره من بين 7 سنين لحد 13 14 سنة، عايز الطفل ده بتاعها يعمل دايت لوحده ويبدأ ياخد البدائل لوحده ويبدأ يعيش حياته الصحية لوحدها، ويبدأ يعمل كل حاجة صحية بدون أي تعاون من الأسرة وبدون أي كفاح من الأسرة معاه ومن غير ما الأسرة تحركه. هو الكلام ده هيحصل؟ إزاي هيحصل يعني؟ أنا كأم أو كمربية أو كوالد أو كأب لازم أكون عارف إن ابني أو بنتي هو عمره ما هيعمل دايت غير لما يلاقي البيت كله بيعمل نفس الدايت، او لما عمره ما هياخد طريق صح غير لما يلاقي البيت كله بياخد نفس الطريق. هل ينفع نصحى من النوم نلاقي الطفل لوحده بيصلي والبيت كله ما بيصليش؟ اكيد لا. هل ينفع نلاقي الطفل لوحده بيغسل اسنانه بالمعجون والبيت كله ما بيغسلش اسنانه بالمعجون؟ اكيد لا. فاذا هي عادات متوارثه، فانت ما تطلبش من طفل صغير ان هو يعمل دايت وانت اصلا كبيت وكاسره مش بتساعده، عايزه هو يمسك ورقه البلان بتاع الدايت ويبدا ياخد البدايل وياخد وجبات الفطار والغداء والعشاء ويروح اخر الاسبوع توديه سيادتك يطلع على جهاز الانبادي ويلاقي نفسه خاسس وياخد فري ويبدا زي اي حد كبير. هاو كم؟ ازاي ده هيحصل؟ مستحيل طبعا يحصل يا جماعه. عايزين لوجيك، عايزين لوجيك شويه في موضوع الاكل والشرب علشان ابدا اغير كالتشر او بيئه طفل صغير في الاكل والشرب لحياه صحيه. لازم انا شخصيا كوالده او والدته اغير واخواته معاه والبيت كله يبدا ياخد العادات الصحيه دي والبيئه الصحيه الجديده. هو مش هيعمل كده لوحده، مستحيل يعمل كده لوحده ومستحيل يغير كل حاجه لوحده، ولازم تساعده بكل الطرق في البيت. احنا هنغير البيئه كلنا مع بعض. لازم نفهم الموضوع ده يا جماعه. الموضوع نفسي على فكره. الاطفال بالذات بتحتاج لايف كوتشنج اكتر من الدايت بلان اثناء الفتره دي لممارسه الدايت. يعني محتاج احتواء ولايف كوتشنج اكتر بكتير قوي من الدايت. رجاء افهموا الكلام علشان نوصل لنتيجه كويسه ونساعد ولادنا لحياه صحيه افضل.